خالد شرحيلي نجم الحراسة الهلالية. كابتن خالد، مباراة ديربي النصر يوم الخميس القادم، كيف تشوف المباراة اللي غالبا انك بتشارك فيها؟ والله اول شيء بسم الله، طبعا مباراة النصر راح تكون مباراة قوية يعني بين شقيقنا النصر، وان شاء الله ان نظهر بمستوى في المباراة هذه والنتيجة ان شاء الله. طيب خالد، اكيد قد لعبت ضد النصر، تذكر اول مباراة لعبت مباراة ديربي؟ اول مباراة كانت العام وانتهت 1-1. هذه اول مباراة تقابل النصر؟ هي اول مباراة. طيب انت من خلال متابعتك مباريات النصر، وش المباراة اللي ما تنساها، حتى المباريات اللي ما شاركت فيها؟ والله كل المباريات طبعا ما تنسى، بس طبعا كبداية لي كانت اول مباراة 1-1، هذه طبعا ما تنسى. بيان سور سي فري. يعرف انه المباراة مباراة مهمة جدا وديربي كبير خصوصا للجماهير، وحاب ان شاء الله يكون في المستوى مش فقط كلاعب ولكن كذلك الفريق الهلال، حتى ياكد انه الصحوه والمباريات اللي اديناها المباريات الاخيره ما كانت يعني واحد صدفه، ولكن انه عمل الفريق ككل، وحاب ان شاء الله لو فزنا ان شاء الله بالمباراه ديال الجماهير. يوسف العربي بعد كل مباراة يثبت أن صفقة ناجحة، بدأ يبرز ويسجل أهداف. الآن نقدر نقول يوسف العربي انسجم على الدوري السعودي؟ أجواء جديدة كانت بالنسبة ليه، والحمد لله الآن فريق مجموع، لأن كانت عندنا بعض الصعوبات في الاستعدادات، لأن ما كان دائما الفريق مجموعة واحدة. الآن الحمد لله الفريق مجموعة واحدة، نشتغل بشكل جيد، نشتغل بتركيز، ولسه ما شافوا العربي يعني اللاعب العربي بشكل اللي حاب يظهره للجماهير، لأنه عنده أشياء كثيرة ممكن يقدمها إن شاء الله للجمهور. طيب في مشوار الرياضي، ايش الديربي اللي لا يغيب عن اذهانه سواء في فرنسا او قبل اللي لعبه هو مع المنتخب المغربي؟ ما ينساها. سجل على الجزائر؟ Tu as marqué contre l'Algérie? Non, j'ai pas marqué, mais il y avait 120 000 personnes. كبير ولكن كانت مباراة ما يمكن ننساها. يوسف العربي أتى من أوروبا لفرنسا وأتى للهلال في المنطقة الشرق الأوسط. الأغلبية يعني في بعض الآراء تقول إنها مخاطرة، يترك الدوري الأوروبي ويأتي الهلال. الهلال فريق كبير أكيد، لكن لماذا أتى يعني للدوري العربي؟ أول شيء لأنه تكلم مع الأمير وتكلم مع جاريتس، والأمير شرح له أنه في مشروع يشتغل عليه فريق الهلال. هذه الاشياء كلها شجعته انه يجي فريق الهلال، وكذلك انه فريق الهلال فريق كبير يفوز دائما ببطولات مش فقط على مستوى السعوديه ولكن على المستوى نتاع العالم العربي وكذلك على اسيا. هذه الاشياء كلها شجعته لانه حاب يفوز ببطولات، لهذا اتى الفريق الهلال. بما ان ذكر المدرب جريتس، ايش كان راي جريتس؟ ظهر في الاعلام انه كان جريتس معارض لحضور يوسف العربي للهلال، الكلام هذا صحيح؟ نو سي با فغي. اول شيء كان حاب يعرف فقط راي جاريتس، لان جاريتس اصلا درب في السعوديه، لان كانت عنده هناك عروض مش فقط من السعوديه ولكن كذلك من دول الخليج، واخذ راي جاريتس لان جاريتس نصح، لانه الدوري السعودي دوري قوي ويعتبر من اقوى الدوريات في الخليج العربي وكذلك في اسيا، لهذا قرر انه ياتي هون للسعوديه. ممكن شاهد يوسف العربي يعود لاوروبا؟ اسكو tu vas revenir en Europe؟ الله اعلم كما قلنا ديجا. يعرف انه مباراة مهمة، مباراة ديربي فيها ضغط جماهيري كثير. هذه الاشياء كلها ان شاء الله كتحفزهم باش يفوزوا بالمباراة ويهدوا المباراة النصر ان شاء الله للجماهير نتاع فريق الهلال. ايش الديربي اللي عالق في ذهن عادل هرماش في مسيرته الكروية؟ لعب ديربي المغرب الجزائر، كان عنده الحظ ولعب الديربي هذا، وكذلك لعب ديربيات كثيره في فرنسا، ولكن ينتظر بشغف الديربي السعودي. مباراة ديربي الكل يعني يبغى يشوفها ويستمتع فيها، وإن شاء الله يعني إن بعد حتى نقدر نستمتع فيها. وزي ما قلت يعني مهم كثير إن نحصل على 3 نقاط. طبعا أكيد لو سألتني يعني وأكون واضح وصريح معك، أكيد إنها بتكون صعبة. دائما مباريات الديربي 3 نقاط فيها يعني تحتاج مجهود، ويعني دائما تكون صعبة. مباراة ما ينساها محمد شلوب، سواء أنت لعبت فيها أو حتى يمكن تتابع الهلال قبل الهلال والنصر. والله شوف، خليني اقول لك الصراحه، مباريات مع النصر يعني قليل يعني ما قدم فيها مستوى، يعني دائما الحمد لله يعني نلعب كويس، ويعني دائما يعني مباريات الديربي تكون حلوه بيننا واظهر بشكل يعني حلو، خليني اقول لك، وان شاء الله ربي يوفقني المباراه الجايه. يمكن انا ماني بقايل لك عن المستوى او شيء، في مباراة يمكن ما حد يذكرها، يعني ترى توني اتذكرها الحين، كانت تحت 23 سنه، عام خلني اجيبها لك، يعني عام الظاهر 2003 او 2002، اللي هي جتني اصابه يمكن ما حد ذكرها، كان كسر في المفصل، والحمد لله يعني عالجت وايش اسمه ورجعت يعني.